السلام عليكم شباب، وياكم على العراق من قناة عراق جيمز. طبعا اليوم جايب لكم شرح استراتيجية الهوج. جاني واحد بالتعليقات قال لي اريد تشرح لي استراتيجية الهوج، وهاي عيني قبل هاي عيني، وراح انزل لك اياها. طبعا خمس معلومات او 4 ما اعرف. نشوف احنا نجيها واحدة واحدة. اول شي لا تنسوا اللايك والاشتراك حتى يوصلك كل جديد. و يلا طب المقطع. اول شي لازم تكتب دعم، لازم تاخذ وياك مثلا طلعت التشقد، نقول نفترض 30 هوك، طلعت 30 هوك، راح تطلع 30 هوك، راح تزود عندك مساحة. هاي المساحة الزايدة ايش راح تطلع بيهن ارشر، طلع بيهن ارشر. ليش؟ لان اذا طلع عندك بالدعم تنين او لافا او وزرد، طبعا الوزرد يا الله اذا ضرب الهوج مالتك ينهي راسة ضربة واحدة ينهي. فانت تدير بالك من الدعم، تسحب الدعم قبل لا تهجم بالهوج. هذا اول شي. ثاني شي تدير بالك من الجاينت بامب، تدير بالك من الجاينت بامب. اذا كانت الجاينت بامب ليفل 2 فما فوق، يعني طبعا ضربة وحدة راح تسوي الهوج مالتك من صفر من 30 الى صفر. يعني شوف الفرق من 30 الى صفر. طبعا مثل هذا الخطأ اللي سويته اني، شوفوا هذا شوفوا هنا أنا تأكدت من انه طلعت للتيسلا. واول شي لازم تتأكد من عدم وجود التيسلا، يعني مو الا ما موجودة، بس لازم تعرف مكانها وين، وتعرف مكان الجاينت بوب وين، ولازم تفجر الجاينت بامب قبل لا تهجم بالهوج. شوفوا انصر عنكم الهجمة. شوف شوفوا شوف طلعت لي هنا الجاينت بامب، هنا طلعت لي الجاينت بامب، و فحولت الهوج من 30 هوج الى 3-0. طبعا هذول الثلاثة كانوا بعيدين عن الجاينت بومب، فهل ما اثرت بيهم. يعني طبعا لو كانوا هنا يمها كان هسه رايحين 0 هوج. نرجع لموضوعنا. لازم وشون تعرف اذا كانت الجاينت بومب شلون تعرفها؟ شوف هذا المربعات الاخضر طوخ والاخضر فاتح، من هذا تعرفها. هسه نشوف الجاينت بوب ايش قد. شوفوا 4 حبايات، 4 حبايات، يعني 2 في 2. شوف 2 في 2. اذا لقيت مكان بأربع حبايات مثل هذا المكان، راح شوفوا تصير هنا. اذا لقيت مثل هذا المكان قول بي لو جاينت بومب لو تيسلا، لان التيسلا ايضا 4 حبايات، 2 في 2 ايضا، يعني مساحتها تصير كبر جاينت بومب. فتدير بالك من هذن الثنين. يعني اذا لقيت مكان ب4 في 4 تقول هذا المكان لو بي جاينت بومب لو تيسلا. وشوفوا هنا نفس الشي، هم راح تصير هنا تيسلا. شوفوا صار تيسلا لان بحجم الجاينت بومب. نروح للملاحظة الثالثة واللي هي
المشروبات. ايش راح تطلع بالمشروبات؟ اكو نصهم يطلعون 2 انعاش و1 تسريب، واكو نصهم يطلعون 3 انعاش، اثنيناتهم صحيحات. شو تريد تطلع؟ بس الافضل 3 انعاش، الافضل 3 انعاش، حتى 2 في بداية الرحلة وواحد بالنهاية. نروح للملاحظة الرابعة. الملاحظة الرابعة، إذا لقيت الملك برا كتلة، إذا لقيت الملك برا كتلة، بس إذا لقيته جوا يعني مو على الكتلة، مو على الكتلة، لأن الهوك إذا هجمت انت بالهوك، الهوك يروح يفتر على القرية كاملة، بس على الدفاعات، وبعدين يلا يروح للملك، شوفوا يخلص الدفاعات كاملة، يلا يجي للملك. بعد شنو؟ ها هي خلصنا اظن. اي ها هي. نعيد اللي قلناه. اول شي تقتل الدعم، ثاني شي تعرف مكان الجاينت بوب والتيسلا، وثالث شي تعرف مكان تعرف شو تطلع من المشروبات، واللي هي 3 انعاش او 2 انعاش و1 تصريع، بس قلتلكم الافضل 3 انعاش واحد 3 انعاش. وبعد شنو؟ ها، والملك لا تقدر كتلة بالبداية، لان الهوج يفتر على الدفاعات ويعوف الملك، اخير شي يلا يقتله. ويلا شباب لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. يلا مع السلامة.